إذا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء نبغي نوجه الشكر الجزيل للأطلس 24 والمواطن 24 ومن خلالهم لجميع المنابر الإعلامية بمدينة واتزم اللي اتاحوا لي هذه الفرصة في هذا الشهر الكريم بمناسبة نبارك الجميع رمضان كريم باش نتكلموا على المسار الشخصي ديال الدكتور سرار. اولا، ثانيا نستغل الفرصه باش نتكلموا على المجال الصحه بصفه عامه في مدينه واتزم فيما يتعلق بالخصائص، فيما يتعلق بالمجهودات اللي حاولنا اننا نساهموا فيها، فشكرا جزيلا. اذا تفاعلا مني انا شخصيا مع جميع المنابر الاعلاميه والمجتمع المدني بالطبع، نبغي نوضح بعجاله المسار الشخصي ديال الدكتور سرار. وانني جيت لمدينه واتزم هذه تقريبا ما يفوق 30 سنه، يعني من 1993 خدمت كطبيب عام، يعني مسار مهني حافل مهم. لاحظت بانه كاين خصاص مهول من بعد 3 عقود، وان هذه المدينه يعني كانت في حاجه ماسه من اجل انشاء واحد المصحه. وفكرت باش نستثمر في هذا المشروع اللي هو مصحه البحيره، اللي غادي نتكلموا على الخدمات اللي تتقدمها هذه المصحه بالنسبه للساكنه ديال مدينه واتزم ودائره واتزم وكذلك بجعد ودائره بجعد. قبل ما نتكلم على التخصصات ديال مصحه البحيره، نبغي نفتح واحد القوس فيما يتعلق يعني بالاستثمار بصفه عامه في خصوصا مدينه واتزم. نبغي نوصل للجميع ان هذه المدينه يعني اعطاتنا صراحه، انا بالنسبه لي قدمت لي خدمات كثيره، فكان واجب انني نصفها وكان واجب انني نستثمر فيها، وخصوصا في المجال المهني ديالي. ففكرت انني بالمساعده ديال مجموعه ديال الاطباء المتخصصين، الجراحه العامه، طب العيون، جراحه العظام، طب النساء والتوليد، طب الانعاش، يعني الاخوان كاملين الدكاتره تيساهموا وتقدموا خدمات مهمه. قبل ما نذكروا على هذا الموضوع، نبغي نستغل الفرصه ونوجه واحد النداء للجميع، هو ان هذه المدينه في حاجه ماسه لجميع الافكار، جميع المشاريع. كما تيقولوا راه البلاد ما تتمشى الا بمواليها، خصوصا وانني عارف ان مدينه واتزم وسمعنا بالخصوص وبني سمير كذلك يعني راه ان غران بوتونسيال، يعني طاقات متجدده، شباب يعني عنده واحد الحماس كبير، عنده واحد الرؤيه كبيره. ولهذا فنبغي نوجه واحد النداء للجميع باش يعني يقدموا يد المساعده لهذه المدينه ويساهموا بشكل كبير من اجل الدفع بها. راه البلاد ما تتنمى وما تتزدهر الا بمواليها كما قلت، وما نكونوش سلبيين. فلاحظت انا يا 1980 يعني العقد الثامن ثم العقد التاسع و2010 وكذا، كانت مدينه واتزم في واحد الجاذبيه كبيره، يعني جاذبيه في جميع المهن. دابا تلاحظوا كاين تراجع. علاش؟ هنا خصنا نطرحوا السؤال، علامه استفهام كبيره. علاش مدينه واتزم ما بقاتش عندها الجاذبيه اللي كانت عندها هذه تقريبا 15 او 20 او 30 سنه؟ هنا ما غاديش نجاوب على هذا السؤال بوحدي، بل الجميع خصو يقراه قراءه عميقه ويحاول يجاوب ويلقى الجواب. اذا فخصنا حنا نفكروا كاملين باش تكون مدينه واتزم مدينه جذابه، خصوصا موقعها الجغرافي. موقع ديالها الجغرافي راه مهم جدا، مهم جدا. مدينه عندها لوطوروت، عندها الطريق الوطنيه، يعني موقع
جغرافي تسمح لك باش توصل لمراكش بساعتين ونص 3 سوايع، الرباط كذلك، الدار البيضاء ساعه ونص. يعني موقع جغرافي مهم، مؤهلات مهمه خصنا نستغلوها ونخليو مدينتنا تكون يعني عندها واحد الجاذبيه خاصه. نرجعوا للموضوع اللي تيتعلق بالجانب ديال الصحه. ف اسهاما منا وفي اطار المواكبه ديال المشروع الملكي السامي اللي هو مشروع الحمايه الاجتماعيه، لاحظنا بان بما يتعلق بلامون، الجميع عارف هذا الامر هذا. لاحظنا بان الناس تيمشيو حتى المدن لما نسميوها على بعد 60 70 80 كيلومتر وتيقلبوا على الخدمات. اذا مساهمه منا في انجاح مشروع الحمايه الاجتماعيه، فكرنا باش تكون هذه المصحه في اطار ديال تقريب الخدمات للمواطن. بما لنا من طاقات ديال الاطباء. ما نساوش واحد الفئه، واحد الشريحه مهمه جدا اللي هما الممرضين والممرضات، يعني الباراميديكال، اللي تيلعبوا واحد الدور مهم في تسهيل وتقديم هذه الخدمات المهمه. اذا فكرنا بان المغرب مشى في هذا المشروع ديال الحمايه الاجتماعيه بواحد الشكل كبير وناجح. فلا بد ان المصحه ديالنا حنايا في مدينه تونزم اننا تساهم بشكل كبير في تقديم هذه الخدمات. وحنا ان شاء الله بصدد المشروع ديال الاشعه اللي هو راديولوجي، مركز اشعه واتزم، اللي هو مشروع استثماري مهم ما يفوق 10 ملايين ديال الدرهم. سكانير، راديو ديال الماموغرافي، البانوراميك، يعني مركب ديال الاشعه ان شاء الله. والخير امام، الخير امام. تنشوف بعض الاخوان كذلك جاوا ساهموا داروا سونتر ديال التصفيه ديال ليمودياليز. يعني ان المجال الصحي ملي توظم، يعني حنا الدور المهم ديال المصحه البحيره هو كان بمثابه تنسميهم حنا بروجي بيلوت. بروجي بيلوت اللي تيجر معاه مجموعه ديال المشاريع، بحيث ملي تتصيد مثلا المصحه تيبدا يجي الاطباء الاختصاصيين ديال الجراحه او الاختصاصيين في طب العيون او في طب النساء او كذا، تيبداو تيديروا العيادات ديالهم، لان خلقتي لهم انت لا بلاتفورم. كذلك هذا السونتر دي مونdialيز، يعني هاد لي بروجي راه مهمين جدا، تنسميهم كما قلت لكم لي بروجي بيلوت. هنا واحد المساله اللي خصنا ما ننساوهاش، وهو اننا ما نبخسوش المجهودات اللي تيقوموا بها مجموعه ديال الاطباء الاختصاصيين في الجراحه العامه، بالجراحات ديال اورام سرطانيه تعملات في مصحه البحيره بواتزم. لا داعي لذكر الاختصاصيين، ولكن طاقات مهمه جدا فيما يتعلق بطب العيون، كذلك طب جراحة النساء والتوليد، الأنف والحنجرة والأذن. يعني مجهودات كبيرة، تشخيص في مستوى عالي، ثم تكون دائما النتيجة إيجابية. ولهذا الإنسان ما يشوفش غير النصف الفارغ من الكأس. يعني نصفوا هاد الاطباء الاختصاصيين اللي تيتطوعوا تيجيو حتى لمدينه توظم. من هنا تنزيد ناكد على الجاذبيه، خصنا نخلقوا الجاذبيه ديال مدينه توظم، وكل واحد من الزاويه ديالو، كل واحد من الموقع ديالو يساهم في هاد الايجابيه ديال المدينه ديالنا. كما يعني انني نستغل هذه الفرصه باش نطلب من وسائل الاعلام انهم يواكبوا. المواكبه هي اللي تتنقص. ملي تيجي شي واحد يدير شي مشروع يواكبوا معاه بالمشاكل ديالو، ماشي تا الاخر ونشوف غير السلبيات. راه ماشي سهل باش دير مشروع، باش تبنيه من نقطه الصفر وتبدا تنطلق يعني تنجي انت تيبدا يمارس الانسان كما كان نوع المشروع، كان اي مشروع بلا ما نديروا اللائحه ديال المشاريع. فالمواكبه تطلب من الناس ديال الاعلام يواكبوا معه جميع مشاكلهم، ماشي غير السلبيات. بحال تنقولوا تنتسنى شي واحد في الفيراج،
يعني هذا الامر ما تيخليش المستثمرين يمشيو بعيد. وما نساوش الدور اللي تتلعبوا السلطات الإقليمية على رأسهم السيد العامل والسلطات المحلية ورجال الأمن اللي تيساهموا بشكل كبير في خلق واحد الجو صحي إن صح التعبير لهاد المدينة. ولهذا فخصنا كاملين نكونوا يد وحده ونساهموا من اجل التنميه ديال مدينتنا. اذا ما ننساوش واحد الجانب اللي هو جانب مهم تتلعبوا مساحه البحيره بوزم، ولا هو الجانب الاجتماعي، بحيث تنقوم بحملات خصوصا في طب العيون، معالجه ما يسمى بالجلاله الكاتاراكت، فيما يعني تصحيح النظر لا كوريكسيون، حملات طبيه في الاعذار. يعني هذا جانب اجتماعي مهم. نضيف على ذلك تسهيلات، نضيف على ذلك يعني تقريب الخدمات، نضيف على ذلك اننا ساهمنا بواحد الشكل كبير في خلق فرص الشغل الاطر الشبه طبيه من مدينه وزم. كذلك مركز الاشعه هو غادي يخلق فرص الشغل. وكم تنعرفوا كاملين ان مدينه وزم في حاجه ماسه لهذه الاستثمارات، اللي دور الاعلام دور مهم في خلق هذا الجو، هذا المناخ اللي هو ملائم من اجل جلب الاستثمار كما كان نوعها. وشكرا.